ثغرة النادي الاهلي اللي لو جبت له بيب جوارديولا هو برضه هيدمر مستقبله. ليه بقى؟ لان الكابتن محمد هاني هو ما بيعرفش يطلع بالكوره. محمد هاني اللي بقاله 10 سنين مع الاهلي اساسي وبيلعب اساسي في منتخب مصر بيعمل كميه ميس باص قدام بتروجيت مش ريال مدريد. كميه ميس باص رهيبه رهيبه، كل كوره عند محمد هاني تبدا بيها هجمه لازم تخرج غلط. يعني انا افتكر كده بطيب الذكر وكلكم طبعا عارفينه، علي معلول لما الكره كانت بتيجي عنده عشان يبدا من عنده الهجمه النادي الاهلي، الكره كانت بتطلع بمنتهى السلاسه وبيعمل هجمات خطيره. ليه؟ لان الراجل بيعمل شغلانته العاديه، انا هطلع بالكوره، انا كباك شمال هطلع بالكوره وهطلع فرقتي معايا. دلوقتي لما علي معلول مشي وبقى محمد هاني هو اللي متولي القصه دي، كوارث كوارث بمعنى الكلمه، مفيش كوره بتطلع من رجله صح. حتى يا راجل الفرقه التانيه لما بتديك هديه، يعني الفرقه التانيه بتعمل لك بالونه وانت المفروض بقى تنزل الكره على الارض بقى كلاعب كبير بقى وتنزل وتلعب وتستلم، مفيش. زي ما بوريك كده بالظبط، مفيش. كل كره تطلع باوت، كل كره تترد بهجمه. محمد هاني غير منتج نهائي، بل بالعكس هو ضار. يعني هو اللعيب رقم 12 للفرقه التانيه. بجانب ده طبعا سوء تمركزه الدفاعي وسوء مستواه الدفاعي. يا راجل ده في الكرة دي الراجل زهق يعني محمد هاني زهق يا جماعه وقرر ان هو ينزل على الارض. خلاص بقى انت هتقعد بقى تفرك بالكره، تمسك الكره كتير. انا نزلت على الارض، يلا شوف لعيب غيري. عامله زي البلاي ستيشن بالظبط كده، لما يبقى في ايه لعيب عمال بيحفرك قدامك كده بالكوره، فانت قررت تعمل تاكلينج بقى. انا زهقت بقى، انا هعمل تاكلينج بقى وادخل عليك واحد تاني. يا باشا انت بتلعبش بلاي ستيشن، انت بتلعب كوره. فيعني محمد هاني هو قادر ان هو يفشل يسترب ويفشل ريبيرو ويفشل كولر ويفشل اتخن تخين، لان هو لعيب امكانياته محدوده.